على الشغل بتاعنا المأمورية الركاب بتاع معالي النعيب، طلعنا من البيت بعد 300 متر كده حصل الانفجار من جنب اليمين. بس العربية مسكت فينا، العربية ولعت من بره ومن جوه، واحنا خرجنا بالسلامة وانا ومعالي النعيب. حضرتك كنت سايق عربيته هو؟ كنت سايق عربيته هو. ان شاء الله. اخر حاجة كلمك قالها لك ايه؟ وديني مركز الطب العالمي. قال لك كده وانت في العربية بعد الانفجار؟ لا، وانا هو طالع من العربية وانا مطلعه من العربية قال لي كده يعني هو كان طالع بيتكلم وكان انا مطلعه من العربية بس انا ما لحقتش طبعا عشان اوديه مركز الطب مشوار مش هينفع، رحت موديه النص يعني. طب وكان اليوم طبيعي ماشي اليوم طبيعي مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. انا والاستاذ محمد، انا هو يوم وانا يوم يعني. انا كان يومي يعني، كان اليوم اللي حصل فيه الحادثة يعني. ما قالكمش حاجه اول لما ركب العربيه لما نزل من البيت؟ ما فيش اي حاجه اليوم؟ لا طبيعي زي كل يوم، مفيش اي حاجة زي كل يوم. ما كانش قايل لكم مثلا هو جاله تهديدات او لا مفيش الكلام ده، مفيش اي حاجه؟ لا مفيش اي حاجة. سير العربيه ولا؟ لا احنا على طول بنغير كل شويه خط سير العربيه يعني، مش خط سير واحد معين بس اللي حصل يعني. طب في تفاصيل ثانيه انت فاكرها؟ يعني قال لك ايه مثلا بعد ما قال لك وديني مركز الطب العالمي؟ حصل ايه؟ اتشال؟ عملتوا ايه؟ لا اول تحرك عملتوه الكلام ده كله؟ احنا بس ما فيش خدناه ورحنا المستشفى على طول. بس ده اللي حصل.